الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل رحلتنا المباركة إلى بيت الله الحرام، هذه الرحلة الإيمانية لأداء ركن من أركان الإسلام ألا وهو الحج. ومر معنا الحديث عن فضائل العمرة والحج، وقد تشوقت النفوس لهذه العبادة العظيمة، وعرفنا أنه من أعظم الزاد لهذه العبادة كما قال ربنا جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وعلى المعتمر أو الحاج أن يسير بقلبه إلى الله قبل أن يسير ببدنه، في كل خطوة تنظر ماذا في هذا العمل من التأملات الإيمانية والكرامات الإلهية. فمن أول ما تكون في بيتك وأنت مع أهلك تريد أن تفارقهم إلى بيت الله الحرام، تستودعهم الله، تقول: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وهنا يقوم في قلبك تذكر المصير إلى الله. أنت اليوم تفارق أهلك باختيارك، وغدا سينتزعك ملك الموت من بينهم. ولهذا جاء عن بهيم العجلي رحمه الله أنه خرج مع أصحابه إلى الحج، فلما خرج معهم بكى، فقالوا لعله تذكر عياله وأهله، فقال رحمه الله: ما هو ذاك وما هو قال: وما هو إلا أني ذكرت بها الرحلة إلى الآخرة. تذكر الرحلة إلى الدار الآخرة. ومع حزن الفراق وكسرة القلب عند فراق الأهل، عندما يتذكر الحاج أو المعتمر أنه إنما خرج لزيارة بيت الله، فكأنه وافد على الله، فيشعر بالأنس والشوق للقاء الله تعالى. لسان حاله كما قال الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. طبعا الإخوة، أول ركن من أركان العمرة والحج الإحرام، وهذا الإحرام له مستحبات. من هذه المستحبات غسل الإحرام، وهذا في زماننا لا يمكن أن يكون في الطائرة مثلا، لأن الطائرة تمر على الميقات فيحرم الحاج أو المعتمر من الطائرة، فلذلك يستحب أن تغتسل في بيتك غسل الإحرام. من أراد العمرة أو الحج ماذا يفعل؟ نحن نسير هكذا خطوات عملية. فقبل كل شيء، قبل أن تخرج من بيتك تغتسل غسل الإحرام، وهذا الغسل مستحب عند عامة العلماء. وثبت في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، يعني اغتسل غسل الإحرام. وهذا الغسل يشمل جميع الحجاج أو المعتمرين، حتى المرأة الحائض تغتسل بنية غسل الإحرام حتى لو ينزل عليها الدم، لأن هذا من المستحبات المتعلقة بنفس الإحرام. ولهذا في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ ذا الحليفة ميقات أهل المدينة ولدت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بمحمد بن أبي بكر، فكانت نفساء، وهي خرجت إلى الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم، وهي حامل في شهرها الأخير، فولدت في الميقات، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل غسل الإحرام وهي نفساء، لا تطهر بهذا الغسل، ولكنه مستحب لكل حاج أو معتمر.
تغتسل غسل الإحرام. ونحن عرفنا في حجنا نريد أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة في كل أفعاله، حتى في صفة الغسل تغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. غسل الإحرام وهكذا الأغسال المستحبة مثل غسل الجنابة، يعني تغسل موضع الأذى ثم تتوضأ، ثم تبدأ برأسك تغسل الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، ثم تبدأ ببدنك الشق الأيمن من بدنك ثم الشق الأيسر، ثم تفيض الماء على جسمك. وأثناء الغسل ما الذي يقوم في قلبك وأنت تغتسل غسل الإحرام؟ تسأل نفسك: أنا لماذا أغتسل الآن وأنا أريد أن أخرج إلى بيت الله الحرام؟ إذن هذا الغسل من تعظيم الله، إجلالا لله. أرأيت إن كانت عندك مقابلة مع مسؤول كبير، مع حاكم البلد مثلا، تغتسل وتتعطر وتتزين، فالله تعالى أحق بذلك. فتغتسل تعظيما لله جل وعلا. وإذا كان الوافدون يطمعون بالمغفرة في عرفات عند النهايات، فأنت تطمع بالمغفرة في البدايات، وترجو أن يكون هذا الغسل غاسلا للذنوب والسيئات. تأمل في الصلاة، أنت تتوضأ للصلاة قبل أن تخرج إلى بيت الله، لكن هنا تغتسل لأن الوفادة عظيمة، ستذهب إلى بيت الله الأعظم، إلى بيت الله الحرام. فلما كانت الغاية عظيمة كانت البداية عظيمة. تغتسل بهذا القلب، تستشعر تعظيمك لله وشوقك للقاء الله، فتتطهر لله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. واليوم أنت تغتسل بنفسك، وغدا سيغسلك المغسل ويريق عليك الماء، ثم يكفنك في الكفن. وهكذا بعد أن تغتسل تلبس لباس الإحرام، لباس الإحرام الذي يشبه الكفن، هو لباس الموتى. النبي صلى الله عليه وسلم لبس إزارا ورداء أبيضين، فتشعر بأن الموت قريب. غدا تقول لنفسك هكذا: غدا سأكفن في مثل لباسي هذا، غدا سأوضع في قبري في مثل لباسي هذا. فماذا أعددت لقبرك؟ ماذا أعددت لآخرتك؟ وأنت تلبس لباس الإحرام كأنك تلبس قلبك لباس الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. فهذا يجعلك تزهد في الدنيا، ما يكون همك التمتع بالمطعومات والمشروبات وبأحاديث الدنيا وشغلها، وإنما تحج كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة خلقة، يعني قديمة، تساوي أو لا تساوي 4 دراهم. وحج عمر رضي الله عنه فما أنفق إلا 15 دينارا. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. وتلبس هذا اللباس، تأمل هذا اللباس يلازمك في كل أحوالك، في عبادتك، في مشيك، في أكلك، في نومك، في مخالطتك للناس، وأنت تلبس هذا اللباس كأنك خرجت من عالم الدنيا إلى عالم رفيع، عالم علوي مقدس، عالم جديد، عالم التقوى والإحسان والزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. ولباس التقوى ذلك خير. وهكذا تلبس هذا اللباس. ولباس الإحرام لا يجوز أن تطيبه بالطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. الورس من أنواع الطيب، لكن يستحب لك قبل أن تلبي بالعمرة أو الحج أن تطيب بدنك، تطيب بدنك، لكن لا تطيب لباسك.
لأنك إذا طيبت اللباس يبقى هذا الطيب وكأنك تستعمله، خاصة أنك تنزع اللباس ثم تلبسه، فكأنك استعملت هذا الطيب. أما الطيب الذي على البدن فهذا يعني وإن كانت رائحته تبقى، لكن يكون خلاص أصبح مستعملا ويذهب. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. هذا سيأتي معنا يوم العيد قبل طواف الإفاضة. لكن قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. وقالت رضي الله عنها: كنت أرى وبيص المسك في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. فتطيب بدنك وشعرك بالمسك، بدهن العود، بهذه يعني بهذا الطيب. تلاحظ أنك لا تضع الطيب في مكان ثم يمسه الإحرام. إذا مس الإحرام الطيب وعلق به الطيب يجب عليك أن تغسله، فلأنه الإحرام كما عرفنا لا يطيب. والمرأة أيضا يستحب لها أن تتطيب في بدنها دون لباسها، لكن لا يمس لباسها الطيب. فممكن تضع الطيب في أماكن يعني لا يأتي عليها اللباس مثلا، ويكون الطيب طيب المرأة لا رائحة له أو رائحة خفيفة، لأن المرأة ستخرج ويمكن أن تمر بالرجال ولا يجوز أن يشموا منها رائحة الطيب. وهذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس، أنهم يبخرون ثياب الإحرام، أو المرأة تبخر ثيابها ثم تلبس هذا اللباس المبخر، فهذا لا يجوز. ثم هذا الطيب أيضا تستشعر فيه وأنت في هذه الرحلة المباركة تفد على ربك، فهذا من تمام أيضا إجلال الله تعالى وتعظيمه جل وعلا. ثم هكذا تخرج من بيتك. والنبي صلى الله عليه وسلم لبس لباس الإحرام من بيته، ويجوز لك أن تؤخر هذا وأن تفعله في الميقات، يعني تغتسل وتلبس لباس الإحرام في الميقات. لكن هذا إنما يتيسر لمن كان مثلا بالمدينة ويمر على ميقات ذي الحليفة أو خرج في البر. أما الذي يخرج بالطائرة فيصعب عليه أن يغتسل، ما يمكن أن يغتسل في الطائرة، ويمكن أن يؤخر لباس لبس الإحرام يعني إذا شاء في الطائرة، هذا جائز. أنت إلى الآن ما أحرمت، ما لبيت، فمجرد لبس اللباس لا يعني هذا أنك أحرمت ودخلت في العمرة، لا، مجرد هذا كله تهيؤ للإحرام. لكن الأولى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس لباس الإحرام من بيته، وإن كان اغتسل هناك بذي الحليفة، لكن ما يتمكن الحاج في الطائرة أن يغتسل، فلا بأس أن تغتسل في بيتك وتلبس لباس الإحرام إن شئت وتخرج إلى المطار. وأنت تخرج من بيتك تبدأ الحسنات تجري لك من أول خطوة وأنت تخرج من بيتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سئل عن الأجور التي يحصل عليها الحاج في هذه الرحلة المباركة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك إذا خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام، يعني تقصد البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. الله أكبر، هذه رحلة مباركة، رحلة إلى ربك جل وعلا. وهكذا تكثر من ذكر الله تعالى لأنك خرجت إلى ربك. وهكذا كان السلف رحمهم الله تعالى في خروجهم إلى مكة يعمرون سفرهم بعبادة الله وذكره. يقول ابن أبي مليكة: سافرت مع ابن عباس رضي الله عنهما من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى المدينة، فكان يقوم شطر الليل. ويقول ضمرة بن ربيعة: حججنا مع الأوزاعي رحمه الله سنة 50 و100، فما رأيته مضطجعا في المحمل في ليل ولا نهار قط، كان يصلي فإذا غلبه النوم استند إلى القتب. وعن واصل بن سليم قال: صاحبت عطاء بن السائب
إلى مكة فكان يختم القرآن في كل ليلتين. وكان محمد بن واسع رحمه الله يصلي في طريق الحج طول الليل، ويأمر خادمه أن يرفع صوته ليشغل الناس عنه حتى ما يشعر به الناس. وحج مسروق رحمه الله فما نام إلا ساجدا على وجهه. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: كان يعجبهم إذا قدموا مكة ألا يخرجوا حتى يختموا القرآن. هكذا ينبغي للحاج أو المعتمر أن يعمر وقته بذكر الله وعبادته، وأن يحذر من كيد الشيطان. يقول مجاهد رحمه الله: ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز معهم إبليس مثل عدتهم، يجهز معهم مع كل واحد شيطان زيادة على قرينه حتى يشغله عن طاعة الله. وتكون متواضعا مع رفقتك الذين تحج معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بر الحج فقال صلى الله عليه وسلم: إطعام الطعام وطيب الكلام. يقول مجاهد رحمه الله: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما وأنا أريد أن أخدمه فكان يخدمني. شوف، صحابي يخدم تابعي من التابعين. ولا تجادل ولا تنازع ولا تعاتب، كن سمحا لينا متواضعا، كما قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا جدال في الحج. وهكذا تقلع بك الطائرة وتقول دعاء الركوب: بسم الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وكلما ارتفعت بك الطائرة تكبر الله: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تذكر علو الله وكبرياء الله. وكلما نزلت تقول: سبحان الله سبحان الله، تنزيها لله، لأنك تهبط إلى السفل فتنزه الله وتعظمه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فإذا وصلت إلى الميقات، طبعا الإخوة المواقيت عبارة عن أماكن حددها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوزها إلا إذا أحرم، إلا إذا لبى بحج أو عمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، واليوم الناس يحرمون من رابغ لأن الجحفة قرية مهجورة، ولأهل نجد قرن المنازل، وهكذا دول الخليج يمرون من هذه الجهة قرن المنازل والسيل الكبير، وهو ميقات دولة الإمارات، ومن يأتي من جهة يعني دول الخليج. ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن، يعني هذه المواقيت لأهلها، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني أنت من أهل الإمارات ذهبت إلى المدينة ثم أردت أن تذهب إلى العمرة أو الحج فتحرم من ميقات ذي الحليفة، ما تقول أنا لا من الإمارات أحرم من ميقات السيل الكبير لابد أن أذهب هناك، لا، تحرم من الميقات الذي تمر به. قال: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني مثلا واحد بيته بعد هذه الأماكن مثل أهل جدة، قال: فمن حيث أنشأ، يعني من قريته التي هو فيها، حتى أهل مكة من مكة، يعني أهل مكة من أين يلبون بالحج؟ يلبون بالحج من مكة من بيته، إلا العمرة، إذا أراد العمرة يخرج إلى أدنى الحل ويأتي بعمرة، كمسجد التنعيم مسجد عائشة رضي الله عنها. فهذه المواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من باب تعظيم بيت الله وتقديسه. انظر إلى التقديس والتعظيم، ما أحد يمر إلا بإحرام. وأيضا هذا في تهيئة للحاج، تمر
قبل مسافة وتحرم وتلبي ثم تستمر في التلبية إلى أن تصل إلى الحرم، فهذا مما يهيئ قلبك لأداء المناسك. وطبعا يجوز أن تحرم ولو كنت على غير وضوء، واحد كان نايم وقيل له الآن وقت الإحرام لبى، لا بأس يجوز، لكن الأفضل أن تكون على طهارة وأن تصلي ركعتي الإحرام. النبي صلى الله عليه وسلم لبى بعد أن صلى، كان هناك بذي الحليفة وقت صلاة يعني الظهر، فصلى الظهر ثم لبى بعد الصلاة. فإن كان هناك وقت لصلاة مفروضة تصلي صلاة مفروضة وتلبي بعدها. أما إذا ما كان وقت صلاة مفروضة، مثلا سافرت وقت الضحى أو وقت الليل، فتصلي ركعتي الإحرام، وركعتا الإحرام سنة من سنن الإحرام، هي ركعتان مستقلتان للإحرام، وهذا قول المذاهب الأربعة وجمع من التابعين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ثم أحرم، فهكذا أنت تصلي ركعتين. انظر كيف تفتتح إحرامك بصلاة ركعتين، والصلاة صلة بالله فتخشع فيها، ثم بعد الصلاة تعلن إجابتك لله مشتاقا معظما، تقول: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك عمرة كما جاء، لبيك عمرة. هذا إذا كنت تريد التمتع، وهو الذي يفعله أكثر الناس اليوم لأنه أسهل الأنساك التمتع. أو تقول لبيك حجا إن أردت أن تكون مفردا، أو تقول لبيك عمرة وحجا إن أردت أن تكون قارنا. هذه الأنساك الثلاثة كلها جائزة، والأمر فيها قريب، كلها فاضلة الحمد لله، ويؤجر عليها الحاج. لكن ما الفرق بين هذه الأنساك الثلاثة؟ وأيها أفضل؟ وأيها أسهل؟ هذا سيأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم، لأن الكلام في هذا يطول، فسنتعرف على هذه الأنساك الثلاثة وأيها أفضل، وما قصة هذه الأنساك الثلاثة، وكيف حج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وأيضا ماذا يفعل الحاج والمعتمر عند التلبية بالنسك من هذه الأنساك. إن شاء الله يأتي هذا معنا في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شخص دخل مكة، يعني هو من خارج مكة، دخل مكة بعدين قال بعد نعم. يسأل سائل يقول: لو أن شخص دخل مكة وبدون أن يلبي ولا أن يلبس لباس الإحرام، وبعدين قال بعدين أعتمر. طبعا هذا عند جماهير العلماء لا يجوز أن تدخل الحرم إن كنت تريد يعني العمرة أو الحج إلا بإحرام، ما يجوز لك أن تؤخر الإحرام. فإذا فعل هذا طبعا عليه أن يستغفر الله تعالى وأن يرجع إلى الميقات، يرجع الميقات مرة أخرى، ما يرجع إلى مسجد عائشة، لا، ما دام أنه جاء من الخارج، من مسافة أبعد عن المواقيت، فعليه أن يرجع إلى الميقات مرة أخرى ويلبي بالعمرة أو الحج كما يريد ثم يدخل. قال: أنا لا ما أستطيع، الوقت ضيق، مثلا اليوم عرفة، أو مثلا قال يشق علي وتعبان وما أستطيع، فنقول يلبي إذا كان عمرة يلبي من الحل من مسجد عائشة مثلا، وعليه دم، عليه أن يذبح شاة وتوزع على فقراء الحرم. وإذا كان يريد عمرة يلبي من المكان الذي إذا أراد العمرة يخرج إلى الحل. أما إذا كان فقط يريد الحج يجوز له أن يلبي من مكة من نفس المكان وعليه دم.
الدم هذا لأنه ترك واجبا من الواجبات، وهو أن يحرم عند الميقات. هذا الإحرام عند الميقات سيأتي معنا الحديث عنه من واجبات العمرة أو الحج. الإحرام نفسه ركن، لأنه نية الدخول في الحج أو العمرة. تقول لبيك عمرة، أنت الآن نويت أن تدخل في العمرة، هذا ركن من الأركان. وأن توقع هذا الإحرام عند الميقات أو قبل الميقات هذا واجب. فالذي يتجاوز ويترك هذا الواجب صحيح هو أحرم، لكنه ما أحرم عند الميقات، فهذا يكون قد ترك واجبا من الواجبات. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما، يعني عليه دم. نعم، والله أعلم.